انا جاي اطرح لك وانت براحتك عشان انا جادد. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا عمري ما حبيت. طيب المشكله فين؟ هل في الشناوي اللي كل الكور اللي اتشط عليه النهارده ما صدش منهم ولا واحده؟ انا على اخري هنا، ولا في الدفاع؟ ولا انت لعبت وحش؟ الحقيقه لا. هل انت كان ممكن تكسب؟ هل المدرب كويس بعد رابع ماتش ليه؟ بقول بعد رابع ماتش لان انا حاسب ماتش باتشوكا. كويس، حاسس ان هو يجي منه. المشكله فين دلوقتي؟ هل في التغييرات؟ ممكن. اختياره للخطه ممكن، بس الراجل عمل اللي عليه والزياده. ليه ديانج بيقعد لحمدي فتحي؟ انا لسه معرفش ليه. تريزيجيه ما خدش ولا قرار صح طول الماتش، ما خدش ولا قرار عامه. يعني هو كانت بتبقى في رجليه الكوره وهو مش عارف هيعمل ايه. حمدي فتحي انا بقولها لك اهو، وانا اسف ان انا بقولها لك، بس انت بجد والله ما اعرف بيلعبك ليه على ديانج، غير ان هو عايز يصيب مشجعي الاهلي بالعقم الى ما لا نهايه. خلاص يعني مشجعين الاهلي النسل بتاعهم ينتهي، فالنادي الاهلي يبقى ملوش مشجعين كمان مثلا 10 سنين. خلاص بقى، او هيفضل مشجعين زي المحاربين القدامى كده. غياب مروان عطيه مؤثر بشكل، وغياب ياسر مؤثر جدا بجد بشكل رهيب ما حدش يتخيله. في ثلاثه بجد حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، منهم لله شحات وقفشه وهاني. بجد انا بجد انتوا لازم تمشوا، انتوا هنا ده مش مكانكم يا جماعه. وخلاص في لعيبه في الفرقه بجد ما تستاهلش انها تلعب كره قدم، عشان كره القدم بتسب وتلعن وتشتم لما الكره بتيجي عندهم. يعني كره القدم لما بتلمسهم بتقرف من اللي هم بيعملوه. تخيل جمهور الاهلي العظيم الكبير اللي عمل جيم بره الملعب جبار بجد، وكتر خيرهم ان هم في ناس منهم مسافره من مصر. وبجد غير اللي مسافرين، انت النهارده بتلعب كانك بتلعب في استاد القاهره. 4-4 دي كانت ممكن تخلص 5-6-7-0 مستريح لو عندنا في خط باكات، ولو عندك حد مركز بس ان هو يصد كرة واحده من الكور اللي اتشاطت. استهتار واستسهال وتعالي على الكوره، وفهمها زي ما تفهمها. انا ما اقصدش تعالي على الكوره، بس هو في تعالي على الكوره على راي قفشه يعني. وبجد في مثلا بتاع 3-4 لعيبه او 5 لعيبه اتظلموا في وسط المجموعه دي بجد. تحيه كبيره جدا لزيزو ولوسام ولديانج واللي عملوا ماتش كبير فشخ النهارده، ومحمد علي بن رمضان طبعا الاسطوري بجد. فايتر محارب. انا لسه عندي رايي، وده اقل مستوى ممكن يقدمه محمد علي بن رمضان. مخلي فرقتك كلها عرة. محمد علي بن رمضان مخليهم كلهم عرر. عملوا ماتش يستاهل ويليق بالتيشيرت اللي هم لابسينه بجد. حقيقي بجد حقيقي انا اكتشفت ان زيزو عنده امكانيات جباره، كواليتي لعيب محترم بجد. دول ووسام طبعا. وسام عمل ماتش مش طبيعي النهارده. بجد ما انا مش قادر اقول للباقي اي حاجه غير ان هم يرجعوا القاهره بقى. احنا منظرنا عره بجد منظرنا عره. رعونه جراديشار وبن شرقي دي اسوأ شيء في الماتش. ولكن هنقول ايه؟ اقدار. خلاص الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. وعشان ما نخسفش بالموضوع الارض، حقيقي من كل قلبي انا متاكد ان احنا نقدر نعمل ماتشات جبارة لما نرجع. ماتشات جبارة في الدوري وفي افريقيا، وناخد كاس وسوبر فريق. بس احنا بجد في 4 فرق باكات لازم يترحلوا، مش يمشوا، مش يرجعوا معانا على لا دول يترحلوا بجد بتهمة الغباء الكروي. انا في اسوأ حالاتي حسبي الله ونعم الوكيل في اللي في بالي واللي في بالي واللي في بالي واللي في بالي. اصل انا كده هفضل اشجع الاهلي على الحلوه والمره، هفضل معاك مفيش مفر. مش هقدر اقول لك ان انا مثلا انا لعنت طبعا اللحظه اللي انا شجعت فيها كوره اصلا عامه، لان بجد الكوره سيئه وظالمه جدا. ولكن انا بحب الاهلي وافضل احب الاهلي الى ما لا نهايه.